صباح الهنا. حاجتين حلوين قوي بيحصلوا في النادي الاهلي النهارده، تابع معايا بس الفيديو ده لحد الاخر. واول حاجه، العاصفه وصلت عندك لحد فين؟ طمنا عليك. الاهلي النهارده يلعب مع بتروجيت، معلول دخل القائمه ودي حاجه تبسط الاهلاويه كلهم. بالتوفيق يا معلول، وان شاء الله ترجع وتبقى ملك الحلول كما كنت باذن الله. بالتوفيق للنادي الاهلي كله باذن الله النهارده. تاني حاجه، شفنا يوفط متعلقه على كباري وكده، شكرا مارسيل كولر. لو في ظروف تانية كنت هقول لك لقطه معلم، لو في ظروف تانية كنت هقول لك يعني دايما الاهلي سباق وهيفضل دايما سباق، ولكن بعد سقطه لقطه الازايز والاعلام كان بيكدبها يقول لك دول صحفيين، اعلام اللي هي قناه الاهلي والحاجات الاهلاويه، ده صحفيين اللي بيعملوا كده. وثبت ان جمهور الاهلي اللي بيعمل كده، ان هم كلنا مش ملايكه. انا راجل اهلاوي وبقول لحضرتك كلنا ما فيش حد فينا ملايكه، وده وارد بيحصل، لكن منظر مسيء. فالاهلي بيصلح عشان الراي العام العالمي ويقدر يستقطب مدير فني كويس، لان الصحف بره بتتابع، خصوصا الصحف السويسريه، لانه منظر ما كانش لا يليق بمصر ولا النادي الاهلي. اخر حاجه قبل ما اخلص الفيديو، لو وصل معايا هنا تقول لي طب ما بتتكلمش عن الزمالك ليه؟ يا عم الزمالك شوربه، اتكلم عليه في ايه؟ الاهلي هو السباق والرياده دايما، وانا عشان اهلاوي بحب الاهلي ودايما عايز الاهلي في احسن حال. سلام عليكم.